مشاهدينا، سباقات التجديف الشعبي تجمع بين المنافسة والمتعة وتمنحنا فرصة العودة إلى الماضي الجميل بطريقة معاصرة تحافظ على هويتنا وتراثنا البحري العريق. راح نرصد اليوم أجواء ختام هذا الموسم، موسم طبعا ناصر بن حمد، ونتحدث أكيد يعني مع المشاركين والمنظمين ونتعرف على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الموروث البحري البحريني. معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الشملان مدير بطولة ناصر بن حمد للموروث البحري، والأستاذ أحمد الكعبي مشارك في البطولة. حياكم الله. الله يحييك، طول عمرك. شرف نورتونا وشرفتونا اخوي احمد. سلمك شيخ. يعني خلينا احنا نبتدي من خلالك، يعني مع اجواء البطوله شلون كانت؟ اجواء البطوله طبعا طيبه الحمد لله. المشاركه من ناحيه المشاركه، من ناحيه المنافسه، من ناحيه التحدي، من ناحيه الله يسلمك الترتيب، التطور اللي صار في من نسخه الى نسخه، من نسخه لنسخه طبعا. نعم. من فرق التجديف. الحمد لله رب العالمين. كل سنه بعد سنه نشوف الفرق تتطور، ونشوف اللي كان اول يجيب مثلا مراكز متاخره الحين يبقى متقدمه ما شاء الله. وصار تنوع ان شاء الله في المسابقات، صار في تفاعل بعد، يعني صار تفاعل نعم. وصار لها محبين للعبه، لها جمهورها، لها يعني مؤيدين، هواء صار لها يعني هذه. الحمد لله رب العالمين. هاي شيء من الاشياء اللي احنا وتكرست كهوايه يعني. وبالتالي احنا احيينا هذه الارث الشعبي. نعم. البحري. نعم يعني صارت كهوايه. نعم. كثقافه صح موجوده الان. صح. يعني هي صح. بمعنى هي جزء من ثقافتها بالتاكيد، بس عادت رجعت الان. رجعت يعني. نعم. هذه الله طال عمرك نوجه شكرنا اول شيء حق الداعم الاول جلاله الملك المعظم وسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمهم المستمر لشباب البحرين في جميع الرياضات، وخصوصا في رياضات الموروث الشعبي. وهذا دليل على الحفاظ على التراث. وسمنا هو حرص نعم. اكيد على هو حرصا على الحفاظ على تراثنا اللي كان احنا اجدادنا كانت هي نعم. اول تمارس هذه المهنه. ممتد. نعم. ويعني تنقل هذه الثقافه وينقل صحيح. هذا الارث من جيل الى اخر يعني. نعم. وهذه سمه من سماتنا كبحرينيين. اخوي احمد، يا مرحبا. انت مشارك طبعا، انت قائد فريق. يعني اولا يعطيكم الصحه والعافيه، وما اثني على كلام اخوي احمد الشملان، الله يعطيه الصحه والعافيه، كفه ووفه. نعم. نحب نشكر جلاله الملك وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على دعمهم اللا محدود لاي رياضه تقيم في البحرين، سواء موروث شعبي ولا من جميع انواع الرياضات الموجوده في البحرين. نعم. ومثل ما تفضل اخونا احمد، ان الموروث الشعبي بخصوص التجديف يعني الناس كما تستهدفها بشكل ملحوظ، ولها جمهورها ولها محبينها، واللجنه كافه وفت ومتاكدين لهم بعد التطور من افضل افضل من ناحيه المسابقات الجايه. والحمد لله انا شارك وياهم حصلت 3 سنوات. نعم. ونحاول نتطور شوي ان شاء الله باذن الله. اخوي احمد، يعني خلينا نتعرف على القوانين، المعايير اللي تحكم يعني هذه المسابقه، هذه اللعبه تحديدا، والفئات العمريه اللي يمكن او اللي شاركت فيها. نعم. طال عمرك، اول شيء لكل مسابقه لها شروطها وقوانينها. احسنت. اما بالنسبه حق التجديف طال عمرك، التجديف لها شروطها، لها قوانينها، لها عندك فيها انطلاقه الخط البدايه، اذا انطلقت خاطئ مثلا صار لها عقوبات، لها شروطها وقوانينها وسلامتها. واحنا ما سويناها الله يسلمك، هذه شروط القوانين مناسبه لسباق التجديف. يعني تكون مناسبه حق سباق التجديف، بس هي احنا لبنيه الحين وبشرح لك على شروط قوانين هي طويله طبعا. طويله بس يعني بس ابرز خلينا احنا نتحكى ايجاز يعني. هم الفرق كلهم عارفين شروط قوانين. تمام. عندك الله يسلمك مثلا احنا دائما نطلب من عندهم قبل السباق حضور قواربهم من الساعه 10 صباحا ل 12. نعم. ذلك على فحص القوارب من الناحيه الفنيه. سواء كان اي ملاحظه على القارب، مثلا كان مخفف القارب، او مثلا قصه القارب مختلفه، مغير اي شيء نلاحظ عليه اي مخالفه. يعني في من ضمن المعايير لها علاقه بشكل القارب. نعم. هذه قبل نزول البحر. بعد نزول البحر الله يسلمك يتم توزيع الحكام من جميع الزوايا في البحر، بالاضافه طيارات الدرون، تصوير تحكيم، تصوير جانبي. بعد انتهاء من السباق طال عمرك يتم فحص القوارب الفائزين 3 بالوزن، يوزن كل قارب فائز من الفائزين 3، يتم وزنه
على حسب الشروط القوانين الله يسلمك انه ما يقل وزن القارب عن 350 كيلو. ان قل وزنه اي ينشطب من المسابقه. طبعا الحمد لله ربع ما صادفنا ذا الشيء، كلها فوق ال 350 وصلنا ل 400 الاوزان، يتم فحصها بعد ذلك هو اهم شيء ما يقل، بس يزيد ما في مشكله. يزيد ما في مشكله، هو يزيد طبعا شيء طبيعي ترى، هو يوم البحر الخشب يخلص الماء بعد ترى. اي طبعا. ويزيد وزنه شويه، بس اهم شيء الحمد لله رب العالمين ما صادفنا احد وزنه اقل من 350. من بعد ذلك الله يسلمك انت تاخذ النتائج على حسب السباق اللي صار. نعم. اخوي احمد، شلون تستعدون حق هذا النوع من البطولات يعني؟ وكلمنا عن المشاركه، يعني مشاركتكم يعني، واذا كان في تحديات انتم واجهتوها. اي نعم، والله يعطيك الصحه والعافيه. مثل اول شيء الاستعداد مثل ما قال اخوي احمد، في شروط مثلا تاكدنا مثلا اللاعبين مثلا يكون عارفين السباحه، لياقين صحيا، مو عندهم امراض، ضغط، سكر، قلب، وش تاكد من الامور دي، يعني كلها قوانين حاطينهم اللائحه نمشي عليها الشروط. ثاني شيء حق اساس ان نختار اللاعبين حق المسابقه ذي يكون باعداد بدني مجهد. انه يكون عندهم اعداد بدني قوي، انه يقدر يقطع المسافه 3 كيلو في البحر تجديف بدون ما يصير اي مشكله صحيه. واما بخصوص المشاكل مثل ما تفضلت اللي تصير في البحر مثل هناك، التحديات مثلا يقول لك امواج، هواء يصير لك ساعات، مع ان اللجنه مثلا مو مقاصه تسوي تغطيه كامله على البحر اساس انه عن الطراريد او اي سواح يطوفون بالجيت سكيات على قصد المضمار، يعني المضمار ما سباق، يحاولون قد ما يقدرون ان يخلون البحر مأمن سالم حق شنو، حق السباق. وهذه من الامور اللي تصير يعني. نعم. بالنسبه حق دعم الجهات والمؤسسات الرسميه او القطاع الخاص للمسابقه للموسم، طال عمرك اول شيء نشكرهم جميعا. نشكر وزاره الداخليه على دعمها، من الاعلام الامني عندهم، من اداره خفض السواحل، عندك وزاره الكهرباء والماء، عندنا وزاره البلديات والزراعه هي الرقابه البحريه، عندنا من الكتب الطبيه اللي هي حق الاسعاف، عندنا الله يسلمك فرضه السعاده، عندك امواج مارينا، اكاديميه المسعفين، وان شاء الله ما نسيت احد فيهم. هذا كلهم ما قصروا في الدعم حق الموسم لنجاح. جميل. اي الحمد لله. اخوي احمد، نختم سؤال مهم، هو سؤال فضولي شوي يعني، ويهم اكيد الحين المشاهدين يعني. التكنيك، يعني هل هي اللعبه بس تعتمد على القوه فقط يعني، ولا في تكنيك معين ممكن يميز فريق عن فريق؟ بالضبط. هذه كل لعبه لها تكنيكها الخاص على اساس انك تفوز وقت تنتصر وقت تتطور. فاي لعبه في الدنيا التجديف له تكنيك معين، طريقه معينه حق التجديف، شلون تسحب مجدافك وتسحب ظهرك مع بعض، كلهم طقه واحده، يعني ما يصير واحد يخالف على الثاني. هذا يعتمد على السكون اللي يكون موجود فوق القارب، وهي وظيفته. انه هو اللي يكون الليدر، يضبط الايقاع ويضبط الحركه، على حسب بعد توزيع الاوزان داخل القارب، يعني كل واحد وين يكون وزنه، من اللي مثلا يقدر يجدف يمين ومن يقدر يجدف يسار، مع 10 انفار يقيدهم شخص واحد. فالتقنيه هذه مال التكنيك مال التجديف هذه ما تجي في يوم وليله، بممارسه طويله. اي احسنت. خبره يتعلمون مره مرتين ثلاث لما يصيرون كلهم كانوا جسد واحد. المجدفين كانوا جسد واحد. هني يقدروا ينافسون، والقوه عقب تي بعدها القوه. نعم. نختم بسؤال اخير الله يسلمك اخوي احمد، يعني الجوائز اللي تمنح، ما هي الجوائز اللي تمنح للمتسابقين؟ الجوائز طال عمرك الله يسلمك، لكل مسابقه لها جوائزها، ولكل مشاركه لكل مسابقه لها 10 الفائزين الاولين لهم جوائز ماليه قيمه. اما بتيجي بطوله التجديف بيكون الجائزه له من الاول للاخير. هاي تشجيعا لهم. هذه الجوائز تكون جوائز ماليه وقيمه، والحمد لله رب العالمين ما قصروا شيوخنا، وتشجيعا حق الشباب ولمشاركاتهم يعني. هم كريمين والشباب يستاهلون. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، يعني متابعينكم باذن الله. يسلمك، ما قصرتوا. مشكورين بصراحه الشير، وشاكر لكم هذا الحضور يعني. اذا احنا مشاهدينا باسمكم نشكر الاستاذ احمد الشملان مدير بطوله ناصر بن حمد للموروث البحري، والاستاذ احمد الكعبي مشارك في البطوله، كل الشكر لهم وكل التوفيق لهم. فاصل وراجع مشاهدينا.